ازيكم يا جماعة عاملين إيه؟ وأهلًا بيكم في حلقة جديدة، والنهارده هاخدكم معايا في الUltimate Team الجديد بتاعنا اللي إحنا لسه بادئينه من الصفر. طبعًا أنا عارف إن متأخر أوي، بادئين الUltimate Team متأخر، بس تعالوا معانا نعمل الSBC اللي إحنا بنخلصها دي دلوقتي، وأشرح لكم الدنيا ماشية معايا إزاي في الUltimate Team. دي الRed Bull Challenge اللي هتيجي لنا منها Small Rare Gold Players Pack. تعالوا بقى أما نفتحها، ندخل على الStore. ماشي. طبعًا إحنا كده أي حاجة هتيجي لنا هنحسّن بيها. أوه! دي مش هوكة، مش هوكة بس لون. إيه ده؟ حلو، حلو أهو عملنا upgrade شوية أحسن من البرونز والnon rare اللي عندنا والحاجات اللي هي في النيلة. دراير 85 pace 86 shooting 82 passing 86 dribbling. حلو، لذيذ، لذيذ. أوه! إيه ده؟ 2 special 2 special. يا نهار أبيض! يا نهار أبيض! جوردي ألبا. أنا كنت بافكر أعمل بوسكيتس، يبقى جوردي ألبا وبوسكيتس، بس طبعًا أنا مش معايا أي فلوس دلوقتي إن إحنا نعمل أي حاجة بيهم. ماشي، حلو، هنودّي ده كله للUltimate Team ونروح بعد كده نشوف الفريق بتاعنا عامل إزاي، عشان أنا صوّرت لكم كام ماتش كده إحنا هنتكلم عنهم، وفي لعيب معيّن هو ده اللي أنا عايز أتكلم عنه. طبعًا جوردي ألبا هيدخل معانا في الفريق على طول. دي الSBCs اللي إحنا جهّزناها. طبعًا الSBCs اللي هي المفروض نعملها في الأول، اللي هو هيجيب لك bronze pack silver pack gold pack، يمكن ييجي لنا حاجة. أديكم شفتوا small rare gold players pack جالنا منها 2 special cards. فتعالوا هنسبمit الSBCs دي كلها، وبعد كده نروح نشوف الباكات دي هتطلع لنا ايه. ممكن تطلع لنا حاجه وممكن ما تطلع لناش، بس هنحط كده معانا 2 جولد باك. نخش على ويلكم تو ذا كلوب. 3 جولد ده اللي احنا هنحتاجه. نخش على اللي بعده. 3 جولد باك كده معانا دلوقتي. وهنخش على اخر واحده keeping it rare، ودي اللي هيطلع لنا منها بريميوم جولد باك. طبعا باكات مالهاش اي 30 لازمه، ممكن يعمل لنا ابجريد شويه. هو اي باك دلوقتي هتفيدنا، لان احنا الفريق بتاعنا صفر على الحديده. احنا على الحديده خالص زي ما انتم شايفين. 758 كوين، احنا بنقول يا هادي. فتعالوا اما نبدا. خش بقى على الباكات ونفتح اول باك من الباكات اللي احنا كنا بنعملها دي دلوقتي. نخش على الجولد باك. تعالوا نفتح الجولد باك. هم 3 منهم، ممكن يجي لنا حاجه منها ولا لا؟ لا، ما جالناش منها اي حاجه. ماشي، مش مشكله. كان منها بريس ماشي. بنتكي انت لسه عايش يا ابني، انت لسه عايش. ماشي، خش على اللي بعده. باك اللي بعدها جولد باك. ما جالناش حاجه برضو منها. الفارو فاليس ده حارس مرمى ولا هيفيدنا باي حاجه. ينسن دي كانت برضو بشوف ناس كتير قوي بتعمل لها ايفولوشن. احنا طبعا عايزين نبدا في الايفولوشنز برضو شويه، فبقولوا لنا كروت ممكن تنفعنا في الايفولوشنز، ممكن نعملها. جولد باك اللي بعدها. دي ال 84. دي ال 84 دي اللي هتفيدنا، دي اللي هتفيدنا قوي قوي قوي. هو ده اللي احنا عايزينه. طبعا انتوا شايفين انا بفرح ل 84 ريتنج، يعني ده الليفل اللي انا وصلت له. احنا لسه ما بدأناش اصلا، مفيش ليفل عشان نقول ده الليفل، يعني فاهمين؟ بس تعالوا ماشي ناخد كل اللعيبه دي ونحطها في الفريق. طبعا انا عايز اوريكم الابجريد اللي احنا هنعمله للفريق دلوقتي بعد الباكات دي كلها. بريميوم جولد باك برازيلي ليج جيم، ده هينفعنا، ده هينفعنا قوي. بس الفيس ده هيدمر لنا الدنيا. خش على اللي بعده رير جولد بلايرز باك. ماكسن 87 بيس. ايميجا. انتوا عارفين بقى ان ده اللاعب اللي انا كنت هروح اشتريه عشان نستخدمه في الفريق عندنا، عشان الفيديو النهارده اصلا عن اللاعب ده. اللاعب ده اللي انا بتكلم عنه النهارده ايميجا، هو ده اللي انتوا هتشوفوا الجيم بلاي بتاعه. تعالوا بقى اوريكم الفريق بقى شكله عامل ازاي بعد الابجريد ده. فاست فورورد كده للحاجات اللي احنا ظبطناها.
في الفريق. طبعًا بنضبّط الtactics، بنضبّط الحاجات ونشوف هنعمل إيه. حطيت طبعًا جوردي ألبا، هويسن وإيميجا. إيميجا ده أكتر لاعب أنا هاتكلّم عنه النهارده، لإن هو أكتر لاعب هو اللي فرق معايا جدًا، وأنا حاسس إن ده اللاعب اللي إحنا هنعمل له evolution وهنكمّل بيه. اللاعب ده 5 star weak foot، عنده 5 نجوم weak foot و89 pace، 80 shooting تقريبًا. يعني الshooting بتاعه ضعيف، بس بالنسبة ل78 rated كارت زي ده هيفرق معاك جدًا، 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 جدًا لو أنت لسه بادئ ultimate team كمان. ولو أنت أصلًا عايز تعمل evolution للاعب، ده واحد سريع، الphysicality بتاعته عالية، بيفكّرني بmix ما بين يوكريس وهالاند، بس عنده 5 star weak foot كمان. فلأ، هو فرق معايا جدًا، جدًا، جدًا. عايزكم بقى تتفرّجوا على أول مباراة. أول مباراة خسرنا دخل فينا أول هدف على طول مع 20 دقيقة بس، وبعد كده بُصّوا السرعة بقى، بُصّوا السرعة. يعني إحنا ما كمّلناش هدف واحد، إيميجا راح finish بس خلصت. عارفين بقى إن أنا طول الوقت كنت فاكره أشول. هو طلع 5 star weak عادي خالص، هو بيلعب بالاتنين. يعني أنت لو هتشوط بدي هيدخّلها، لو هتشوط بدي هيدخّلها برضه. والفكرة كمان إن هو هولندي في الدوري الفرنسي، فده هيفيدك جدًا، جدًا، جدًا لو أنت عايز تعمل links. الright winger دي برضه كانت فارقة معايا أوي. ده برضه هدف من الأهداف اللي إحنا جبناها. هاسيبكم بقى تتفرّجوا على الأجوان والأهداف بتاعة المباراة دي كلّها، وبعد كده نرجع نتكلّم تاني ونشوف الباكات اللي جات لنا من ورا في المباريات دي. دي واحدة كده chip shot في السريع. And a brisk run. Well, that is asking for a yellow card. Can he deliver? Well, decent pass. And it goes! A 3-goal cushion, and you truly sense it's a matter of... And he has options available. Oh, might be. Oh, and it goes! Now he has his hat-trick. A special moment for him. Is it going to be? A goal! We're really being spoiled. This is attacking football at its... It's a neat move. Oh, surely! And there she is, at the double. Nobody can get close. وبكده زي ما أنتم شايفين بعد 7 أجوان 7-1 عمل forfeit. وهندخل بقى على الباكات اللي أنتم شايفينها دي دلوقتي. بُصّوا في السبعينات، يعني هي كل حاجة في السبعينات، فممكن تنفعنا، بس مشكلتها إن هي من أمريكا، فدي اللينكات بتاعتها هتبقى صعبة أوي، بالذات كمان إن هي في الدوري الفرنسي بتاع السيدات، فمش هتنفعنا أوي. نخش على الباك اللي بعدها، ما فيش walk out left wing فرنسي league in. باريس! ده upgrade على طول، ده هيخش الفريق على طول. باركولا طبعًا، طبعًا، بس ده أول upgrade إحنا هنعمله وهنحطه في الفريق على طول. وكوفاتيتش كمان. طيب. كامارا، تقريبًا كامارا. هو أنا بيلعب دلوقتي في ميلان؟ لأ فوفانا، ده فوفانا. ماشي، ممكن برضه ينفعنا، فرنسي في الدوري الإيطالي. ومنتيه 94 بيس مرة واحدة. نخش بقى على الmarquee matchups ونعمل submit. زي ما أنتم شايفين بنعمل submit للSBCs. دي أول SBC في الmarquee matchup. نفتح الباك على طول. Electrum Players Pack جالنا منها Gold Rare رايت باك إنجليزي من تشيلسي ريس جيمس، وده برضه دخل في الفريق على طول. عملنا له يعني مش ما عملناش upgrade، إحنا عملنا upgrade للفريق شوية، يعني ضبطنا الفريق شوية بالباكات اللي جات لنا دي كلها. ودودو طبعًا لأن ده هيفرق معانا أوي، برازيلي في سيريا A. أنتم هتشوفوا برضه اللينكات اللي إحنا هنحتاجها. نخش على اللي بعدها ويلز وبلجيكا.
ودي كانت سهله جدا برضو، عملنا سبميت وجالنا منها ميكس بلايرز باك. اكتر حاجات يا جماعه ما تنسوش تعملوها هي الماركي ماتش ابس، دي اهم الحاجات، من اهم الحاجات اصلا اللي في التيمت تيم عامه في الاس بي سيز هي الماركي ماتش ابس، لان بتجيب لك من وراها باكات حلوه هتنفعك. فاكرين اللاعب ده الاو جيز بس هم اللي هيفتكروه، امري مور. امري مور ده يا لهوي كان 5 ستار سكيلر، كان عنده سكرين كارد في فيفا 17 تقريبا، فيفا 17. كان واحد من احلى الكروت اللي انا استخدمتهم في حياتي. وادي دي تالت اس بي سي، اسبانيا وجورجيا. خش عليها على طول، نعمل لها سبميت، جالنا من وراها وجالنا من وراها باك. طبعا انا اوريدي فتحت الباكات دي، فانتوا زي ما انتوا عارفين انا بس بوريكم الباكات اللي جات لنا من ورا الماركي ماتشبس. بريميوم ميكست بلايرز باك، جالنا منها 4 برونز، 4 سيلفر، 4 جولد. طبعا ما جالناش فيها رار جولد، وجالنا فيها واحد من البوندسليجا انا مش فاكر مين ولا اعرفه ولا اعرفه اصلا. ادخل بقى زي ما انتم شايفين في لعيبه احنا استخدمناهم اوريدي. وطبعا باركولا زي ما قلت لكم هو اول لاعب انا قررت خلاص لازم يتحط في الفريق، لان ده هيبقى ابجريد بالنسبه للانج اللي كان عندنا على الليفت وينج. وعملنا برضو ابجريد للناس اللي استخدمناهم خلاص. الرايت باك بتاعنا كان برونز، والسي دي ام بتاعنا كان ضعيف، فحطيت ريس جيمس مكانه. وفكرت في دودو، لان دودو هيلينك مع السنتر باك البرازيلي، وده كان احسن حل بالنسبه لي. دوبرافكا طبعا في الجون علشان برضو يعمل لينك شويه مع كامارا. وحاولت قاعد اجرب كده كوفاتشيتش مع ريس جيمس، الدنيا ظبطت شويه. مش فاكر طبعا انا حطيت مين في الاخر، تقريبا حطيت فوفانا ورجعت دودو اللي هو البرازيلي. وهنا بظبط التاكتكس زي ما انتم شايفين. اهم حاجه لو في لاعب عنده بلس بلس في بوزيشن معين هيفرق معاك حطه، لان البوزيشننج بجد بيفرق يا جماعه. انا جربت في مره احط لاعب كتجربه، كانت اكسبيرمنت كده، حبيت احط مثلا لاعب في بوزيشن مش البوزيشن بتاعه اصلا، واشوف هيلعب ازاي. بلاقيه طاير، بلاقيه سرحان، بلاقيه لاعب مش موجود اصلا. فلا كان الموضوع غريب جدا. تعالوا بقى ما ندخل على الجيم اللي بعدها وتشوفوا بنفسكم الجيم بلاي كان عامل ازاي، بالذات اللاعب اللي انا هفضل اعيد وازيد فيه، انيجا. طبعا ده اول ما دخلت على طول، هو دايما لازم انا يدخل فيها الجون الاول وبعد كده نبدا نركز تاني في المباراه. بس اهم حاجه تركزوا عليها في الجيم بلاي هي انيجا. انيجا طول، عنده طول، فهينفع معاك في الهيدز، سرعه، وهينفع معاك في السرعات. الفينشنج بتاعه هينفع معاك في الفينشنج. 5 ستار ويك فوت هينفع معاك في انك عايز تشوط بيمينه وعايز تشوط بشماله. بجد واحد من احسن. بص دي ازاي ما دخلتش، دي ازاي ما دخلتش. بص اللي بعدها، يعني هو انا كان حظي غريب جدا في الماتش ده. بص كرة قريبة جدا، ايه ده؟ وفي الاخر دخل. بس يعني هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ده برضه فرق معايا قوي. ده كان ابجريد حلو جدا انا كنت محتاجه. رايس مينديز كان حلو. انا مش عارف ليه، مع ان البيس بتاعه، يعني البيس بتاعه قليل جدا، 60 بيس او حاجه زي كده، بس كان واحد من احسن الكروت اللي انا لعبت بيهم. مش عارف ايه ده. كان جولد اسباني، نص ملعب بطيء جدا، بس الباصات بتاعته باصي الكوره من هنا توصل من هنا في ثانيه على طول. فلا كان فارق معايا قوي قوي. نيجا برضو اللينكات بتاعته، الرايت وينجر دي كانت فظيعه. يعني هي الاجيلتي بتاعتها حلوه جدا، بكل سهوله، سريعه قوي قوي قوي، مع ان الفيس بتاعها في الثمانينات. فلا فرق معايا جدا. نيجي برايس مندس، السكرو بتاعه، نيجا تخش بسرعته، تك جون، شكرا. بس انت محتاج ايه؟ عايزه على يمينه هيجيب، عايزه على شماله هيجيب. ادي برايس مندس تاني، انيجا تاني، فينش. مفيش غلطه في انيجا ده. اللاعب ده ايه اللاعب ده بجد؟ يعني انا ما شفتش احسن من كده، مع ان انا عارف ان انا بلعب في الديفيجن قليل وكل حاجه، بس ايه ده؟ فينشنج 10 على 10، مفيش غلطات بيعملها، البوزيشننج بتاعه هايل. بجد محتاج له ابجريد بس الاول، او ايفولوشن. شكرا انت معاك سترايكر يكمل معاك لحد اخر الجيم كمان. يعني مثلا مش بيطوح الكوره بره، مش كوره تخبط في العارضه. ده الموضوع ده وارد، بيحصل كتير جدا. انا ما عمري ما شفت معاه جون ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، مان اوف ذا ماتش تاني في المباراه دي 7-2. خش بقى على اخر مباراه انا لعبتها النهارده. دي كانت اخر مباراه بالنسبه لي. طبعا مباراه انا اتبهدلت فيها،
هنا انا مش عارف ايه اللي حصل، تقريبا الكنترولر بتاعي وقف ما رضاش يشتغل. بس برايس مينديز اهو ده اللي انا بتكلم عليه، برايس مينديز بطيء جدا، تقيل تقيل يا اخي، ده انت مش عارف تتحرك، وفي الاخر جابها. هنا كرة تانية برايس مينديز لباركولا، باركولا عدى، باركولا برضه كان تحفة، خد ضربة الجزاء من هنا، خد الكارت الأحمر من هنا، خد كارت أحمر، خد كارت أحمر، خد كارت أصفر، أنا مش مصدق، أنا لسه باستوعب دلوقتي معاكم إزاي ده خد كارت أصفر، بس ما علينا يعني، أدي 2-0، وزي ما أنتم شايفين دي آخر باكين إحنا هنفتحهم في الحلقة النهارده. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، وقولوا لي في الكومنتس لو عايزين نعمل ايفولوشن لإيميجا ده، او عايزين لعيبه ثانيه نعمل لها ابجريد، لعيبه ثانيه نشتريها. شوفوا انتوا بقى في الكومنتس وقولوا لي وعرفوني. ودي كانت نهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، وقولوا لي في الكومنتس لو عايزين تشوفوا حاجات ثانيه نلعبها غير التيمت تيم، دي اهم حاجه، عشان انا طبعا بقرا كل الكومنتس بتاعتكم وبرد على كل الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده، وسي يو.